المشهد ده رعب اللصوص تماما. نطوا في عربيتهم وجروا بأقصى سرعة يقدروا عليها، والإطارات كانت بتصرخ على الأسفلت من شدة السرعة. اللي ما كانوش يعرفوه إنهم قللوا جدا من قوة آنا. كانت بالفعل شقت عربيتهم نصين من غير ما يحسوا، والانقسام كان واضح زي خط مستقيم في نص المعدن. ولما أخدوا بالهم كان الوقت فات خلاص. الرهينة جاك اتحرر في لحظة، لكن قبل ما يلحق حتى ياخد نفسه أو يستوعب اللي حصل، شد انتباه حاجة أخطر بكتير من اللي فات. اندفعت ناحيته بأقصى سرعة، والأرض كانت بتهتز تحت خطواتها. أنا ما كانش قدامها وقت تتردد، اندفعت لقدام ومسكت جاك من دراعه بقوة. للأسف هي كمان كانت مقدرة قوة العدو أقل من حقيقتها. في جزء من الثانية الاتنين اترموا بقوة ناحية الحيطة الصخرية الصناعية، والصخور اتكسرت حوالين ظهرهم. القوة كانت ساحقة جدا وخبطتهم رجت المكان كله. اللي محدش كان متوقعه إن أنا كانت بالقوة نفسها. في آخر لحظة خالص قدرت تتمسك بجاك بإصرار، سحبته بعيد وأنقذته قبل ما يقع تاني. واحد من الفريق اللي كان قريب حاول يمسكه، لكن على غير المتوقع